Welcome to Science World. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي أبطال جريد 5؟ معاكم مستقى. هنحل إن شاء الله النهاردة مع بعض lesson 4 concept 4.1. يلا بينا نبدأ بسم الله. Number 1. Friction force space the movement of objects. الفراكشن دايما بتبطئ حركة الجسم، بتبطئ سرعة الجسم، يبقى slows down. Number 2. Magnetism is a force that attracts objects made of the following materials except iron. المagnetism القوة المغناطيسية بتجذب المعادن أو المواد اللي معمولة من الأيرون، الحديد طبعا true. طب هل بتجذب الماتيريالز اللي من النيكل؟ النيكل طيب الوود الخشب لا، الكوبالت يبقى هنختار مين؟ wood. Number 3. The force that opposes the movement of objects as they pass through air is known as space. هي قوة بتعاكس حركة الجسم. يعني ايه؟ يعني اتجاهها عكس اتجاه حركة الجسم. تمام؟ وهو هنا ايه اللي air through air، طالما جاب سيرة الاير يبقى بدون تفكير air resistance. طب لو ما كانش حدد ان هي air وقال through gases او liquids او solids، في الحالة دي كنت هقول fraction. نيجي للسؤال اللي بعد كده. all the following sentences show the effect of gravity except. تعالوا نشوف كده، كل دول بيوضحوا لي تأثير الجرافيتي ما عدا مين؟ the moon orbits the earth. طبعا هو القمر بيدور حوالين الأرض بسبب الجرافيتي، فدي true. طيب the planets orbit the sun. برضو الكواكب بتدور حوالين الشمس بسبب الجرافيتي. the atmosphere is kept around earth. الغلاف الجوي أصلا ثابت في مكانه حوالين الأرض بسبب الجرافيتي برضو. لكن repulsion between two magnets دي علاقتها بالجرافيتي، دي علاقتها بالمagnetism، ملهاش علاقة بالجرافيتي. Number 5. Space is considered as a type of friction force. Type of friction force يبقى ال air resistance، لأن ال air resistance أصلا friction، بس الفكرة إن هي في الهواء. Which of the following objects has the least attraction force؟ least attraction force يعني أقل قوة جذب، اللي هي مين؟ طبعا أقل attraction force اللي هي أقلهم في الكتلة، في الماس، يبقى المagnet. What is the effect of air resistance on the speed of an object when it falls downward due to gravity؟ ايه دور بقى تأثير ال air resistance على سرعة الأوبجكت اللي بيتحرك لتحت نازل بسبب الجرافيتي؟ يعني جسم بينزل لتحت بسبب الجرافيتي، ال air resistance تأثيرها ايه؟ هتبطئ حركته. يبقى the air resistance speeds up the object as it falls. هتسرعه؟ لا. air resistance doesn't affect، مش هتأثر أصلا؟ لا طبعا هتأثر، يبقى دي ما تنفعش. air resistance slows an object as it falls. طبعا true، بتبطئ حركته. when a basketball falls down from a height، لما الباسكتبول تقع من مكان مرتفع من فوق، it's affected by ايه؟ أي حاجة نازلة من فوق لتحت يبقى affected by gravity. كده كده الجرافيتي بتأثر على كل حاجة أصلا على الأرض، بس هي هتقع، هي نازلة من فوق لتحت، مش في هوا حواليها، يعني هي نازلة في الهوا، يبقى معنى كده ان هي بتتأثر بمين كمان؟ بالاير resistance. يبقى هنا هنختار air resistance and gravity force. If there is no air resistance on earth، مفيش air resistance على الأرض، and we drop an iron cube and a wooden cube at the same time from the same height، يعني مفيش air resistance وأنا هحذف مكعب حديد ومكعب خشب من نفس الارتفاع في نفس الوقت، ايه اللي هيحصل؟ طالما مفيش air resistance يبقى الاتنين هيوصلوا في نفس اللحظة، يبقى they will reach the floor at the same moment. طالما مفيش air resistance يبقى ال two objects هيوصلوا في نفس اللحظة. تمام؟ Number 10. Space is a factor that acts against gravity force. مين اللي بتأثر في عكس اتجاه الجاذبية؟ الجاذبية بتسحب الحاجة لتحت. حلو؟ مين بقى اللي بتأثر في عكس اتجاه الجاذبية أو يعتبر التأثير بتاعها عكس الجرافيتي؟ لأن هي بتعاكس الحركة، ال air resistance. If you have two pieces of wood which are different in surface area. يعني احنا عندنا قطعتين خشب، واحدة السيرفيس اريا بتاعتها كبيرة مثلا والتانية صغيرة، هو بيقول لي ايه بقى؟ which one of them will reach the ground first؟ مين اللي هتوصل للأرض أسرع if we drop both of them from the same height؟ اللي هتوصل للأرض أسرع اللي السيرفيس اريا بتاعتها أقل، لأن كل ما السيرفيس اريا زاد كل ما الاير ريزيستنس هتزيد، يبقى كل ما السيرفيس اريا تقل السرعة بتاعت حركته وهو نازل لتحت هتزيد. يبقى هنا بيقول لي the piece of wood with larger surface area، هي اللي هو بيسألني على مين اللي هيوصل الأول. مين اللي هيوصل الأول؟ اللي السيرفيس اريا بتاعته أصغر،
يبقى the piece of wood with a smaller surface area يبقى B. Which of the following objects will take longer time to reach the ground if they are dropped from 5 meter height at the same time؟ مين اللي هتاخد وقت أطول على ما توصل؟ هتاخد وقت أطول على ما توصل، يعني ال air resistance التأثير بتاعها عليها هيبقى كبير. في أنهي حالة؟ في حالة إن ال surface area بتاعتها أكبر. مين اللي ال surface area بتاعتها أكبر هنا؟ الفيدر. يبقى دي أكتر واحدة هتاخد وقت على ما توصل للأرض، لأن تأثير ال air resistance عليها هيبقى أكتر. True or false? Magnetism is the force of attraction only. لا، المagnetism repulsion و attraction يبقى false. Gravity of Earth doesn't change the direction of a body that is thrown up into the air. أنا مجرد ما بحدف الحاجة في الهواء كده، هل بتفضل طايرة ولا بتنزل تقع؟ بتقع. هو هنا بيقول لي doesn't change the direction. لا طبعا يبقى false. Number 3. Earth pulls living organisms only toward its center. يعني الأرض بتسحب living organism بس؟ لا، هي بتسحب كل حاجة على الأرض، كل حاجة سواء كانت living organisms أو non-living things يبقى false. Force of gravity can be seen easily. أنا أقدر أشوف الجرافيتي؟ لا، بس أقدر أشوف الأفكت بتاعها. هو هنا عاكس بقى، هو هنا بيقول لي force of gravity can be seen easily but we cannot see its effect. لا طبعا false. When using the bicycle brake, the bicycle stops due to the friction force between the brake and the tires. يعني أنا لما بستخدم الفرامل بتاعة العجلة بتقف بسبب الفريكشن فورس اللي بتتولد ما بين الفرامل والتايرز أو العجلات أو الكاوتش بتاعها. طبعا هنا إيه؟ true. Magnetism is a type of friction force. لا false. المagnetism ملهاش علاقة بالفريكشن. false. Skydiving sport depends on gravity force and air resistance force. طبعا true. لان السكاي دايفنج دي عباره عن ايه؟ ان هم بينطوا من الطياره بالباراشوت، فبينزلوا باتجاه الارض بتاثير الجرافيتي. عشان يبطئوا من سرعه نزولهم بيستخدموا الباراشوت عشان يزودوا السيرفيس اريا، فبالمقابل بيزودوا الاير ريسيستنس، فبيبطئوا من سرعه نزولهم للارض. Friction force opposes the movement of an object. طبعا true. Air resistance slows down the speed of parachute. true. انا لسه قايلاها. Magnetism is the force that attracts some metals. true. بتجذب بعض أنواع المعادن. If resistance is a factor that speeds up the falling objects toward Earth. يعني هي ال air resistance بتسرع سقوط الأجسام ولا بتبطأ؟ بتبطأ يبقى false. All objects on Earth's surface are affected by gravity force which pulls objects downward. طبعا true. كل ال objects اللي موجودة على الأرض بتتأثر بالجرافيتي. طيب there is no air in space. مفيش هواء في السبيس. So air resistance slows down the movement of objects through space. أصلا هو مفيش هواء، يعني مفيش هواء هيبقى ازاي فيه air resistance أصلا؟ يبقى false. If there is no air resistance on Earth، مفيش air resistance. All objects will reach the Earth's surface at the same moment when dropping them from the same height. لسه قايلينها من شوية في التشوز. طالما مفيش air resistance يبقى أيا كان الأوبجكت دي كتلتها قد إيه أو حجمها قد إيه، هي كده كده هتنزل في نفس اللحظة، هيوصلوا للأرض في نفس اللحظة طالما مفيش air resistance. أيا كان شكلها إيه بقى هيوصلوا في نفس اللحظة. فهنا بيقول لي if there is no air resistance on Earth all objects will reach the Earth's surface at the same moment when dropping them from the same height. يبقى true. If resistance force acts in the opposite direction of gravity force. air resistance دايما عكس اتجاه gravity. true. Objects that have large surface area reach Earth's surface before objects that have small surface area due to the effect of air resistance which affects their movement. ركزوا معايا عشان ما تتلخبطوش. احنا قلنا كل ما السيرفيس اريا زاد الاير ريسيستنس زادت، فهتبطأ من حركتها اكتر، فهتاخد وقت على ما توصل للارض. وكل ما السيرفيس اريا قلت الاير ريسيستنس هتقل، فهتوصل بسرعه اكتر للارض. هو هنا بيقول لي objects that have large surface area، اللي السيرفيس اريا بتاعتها كبيره reach earth surface before objects before هتوصل قبل الاوبجكتس اللي السيرفيس اريا بتاعتها اصغر. لا العكس، السيرفيس اريا صغيره بتاعتها صغيره بيبقى الاير ريسيستنس تاثيرها اقل عليها فبتوصل اسرع. تمام كده، ما تتلخبطوش. Number 17. air resistance is a type of friction force. true. نيجي بعد كده an object with more mass that pulls another object with less mass has a force known as. طبعا دي مين؟ gravity.
A magnet has a space force that attracts and pulls some metal objects. المagnet القوة بتاعته اسمها ايه؟ magnetism. A parachute in air is affected by space that acts against the space force on Earth. الباراشوت في الهواء بيتأثر بالاir resistance that acts against the mean gravity force. تمام؟ طيب a person can control the speed of his bike by using طبعا أنا بتحكم في سرعة العجلة ازاي؟ باستخدام البريك الفرامل to slow down its movement. The force that arises between the bicycle brake and the tires is called ما بين البريك والتايرز اسمها ايه؟ friction. Air resistance is a type of mean friction. The direction of space force opposite the direction of a body moves through air. Through air. طالما هو حدد الاير ما يقولش friction بقى يبقى the direction of اللهم صل على سيدنا محمد. هو بيقول the direction of a space force opposite the direction of a body moves through air. مين اللي بتعكس حركته؟ air resistance اللي هي الفراكشن هي type of friction بس طبعا طالما هو حدد هنا الاير يبقى air resistance. Number 8 the attraction force between the sun and earth is attraction force قوة جذب ما بين الشمس والأرض يبقى دي مين؟ gravity. طيب مالها هو هنا بيقول لي space then that between earth and the moon. طيب هو الأول الsun والأرض ما بينهم gravity بس والمون والأرض في gravity force برضه أو gravitational force برضه بس في الحالة دي هو هنا gravitational force ما بين الsun والأرض greater than أو bigger than الاتنين صح بتبقى أكبر من اللي موجودة ما بين الأرض والمون. ليه بقى؟ because the sun has bigger mass. واحنا قلنا ان by increasing the mass of the object ال gravitational force برضو بتزيد فكده ال gravitational force ما بين ال sun والأرض أكبر من اللي ما بين الأرض والمون لأن ال sun الكتلة بتاعتها أكبر. تمام كده؟ نيجي لل scientific term the force that slows down the movement of object through air. لازم تكملوا قراءة الجملة للآخر عشان أي حد مش هيكمل الجملة للآخر هيقول fraction. بس هو هنا حدد لي الاير فما اقولش fraction بقى هقول مين air resistance. Number 2 the force by which metals are attracted or pulled to a magnet. طبعا دي مين المagnetism. A type of friction force that opposes من غير ما نكمل يعني type of friction وفي الآخر في air تبقى ايه air resistance. Number 4 the tool that is used by skydiver to slow his drop. بيستخدموا ايه عشان يبطئوا حركتهم عشان ما ينزلوش شبه الطوبة بالظبط بيستخدموا الباراشوتس. A force that opposites the motion of a body across solid surface or through a gas or liquid. هنا بقى اتكلم بصيغة عامة ما قالش الاير بالأخص هو قال في السوليدز والجازز والليكويدز يبقى هنا هنقول مين friction. Give reason for skydiver opens his parachute during landing. ليه بقى؟ عشان يقلل من سرعة هبوطه. يبقى ليه برضو؟ عشان أنا لما هو يفتح الباراشوت هو كده بيزود من السيرفس اريا فبيزود من الاير ريسيستنس فبيبطئ من حركته أكتر. يبقى to slow down his speed on landing due to air resistance. طيب when you press the bicycle brake its speed will decrease until it stops after few seconds. ليه؟ لأن أنا كده بزود friction. لما بضغط على البريك بتديني friction force ما بين التايرز والبريك فبتبطئ من حركة البايسكل يبقى because brake produces friction force which slows the movement of bicycle. Iron nails are attracted to the magnet طبعا بسبب المagnetism يبقى because magnetism force pulls them to the magnet. Number 4 a resistance affects the movement of an object which falls from a height. ليه بقى؟ ليه بتأثر عليهم؟ لأن هي الأول هي بتبطئ حركتهم أصلا يبقى because it slows down the movement of an object during its falling بتقلل أو بتبطئ من سرعة هبوطه. طيب number 5 a paper sheet takes a longer time to reach Earth's surface than a paper clip. يعني الورق هياخد وقت أكبر
على ما يوصل للأرض عن الدبوس الورق المعدن. if they are thrown from the same height، لو أنا حذفتهم من نفس الارتفاع. ده بسبب إيه؟ بسبب إن السيرفيس اريا بتاع البيبر شيت أكبر، فالإير ريزيستنس تأثيرها هيكون أكتر. يبقى because the paper sheet has more surface area so it has more air resistance and takes longer time than paper clip. نيجي ل what happened. What happened to the planets if the gravity of the sun disappears؟ ايه اللي هيحصل لو ما بقاش فيه gravity الصن أو قوة الجاذبية بتاعت الشمس ما بقتش موجودة، ما بتأثرش علينا. في الحالة دي البلانتس مش هتفضل في الأوربتس بتاعتها وهتسبح في الفضاء بعيد، ف they will leave their orbits and float off into space. طيب what happened to the speed of a skydiver if he opens his parachute during landing؟ ايه اللي هيحصل؟ هو بيفتح الباراشوت عشان يبطئ سرعته أصلا، يبقى the speed of skydiver decreases gradually due to the air resistance. طيب what happened to the gravity pulling force between two bodies when their masses decrease؟ الماس decrease يبقى gravity decrease، يبقى the gravity force will decrease. Number 4. What happens if a metal pole and a feather are falling down from the same height؟ كرة معدن وريشة هيسقطوا من نفس الارتفاع، مين اللي هيوصل الأول؟ أكيد الكرة المعدن. ليه؟ لأن السيرفيس اريا بتاعتها أقل، تمام؟ فالتأثير الاير ريزيستنس عليها هيبقى أقل فهتوصل أسرع. يبقى مين اللي إيه اللي هيحصل في الحالة دي بقى؟ the metal pole will reach the ground first. طيب what happens if you throw two iron balls have the same mass from the same height؟ هحذف كرتين معدن ليهم نفس الكتلة من نفس الارتفاع، ايه اللي هيحصل؟ they will reach the ground at the same time، هيوصلوا للأرض في نفس اللحظة. طيب ايه اللي هيحصل if there is no air resistance and two objects with different masses are thrown from the same height؟ مفيش air resistance وحذفت جسمين ليهم كتلتين مختلفتين من نفس الارتفاع، ايه اللي هيحصل؟ مفيش air resistance يبقى هيوصلوا في نفس اللحظة، يبقى they will reach the ground at the same time. نيجي للسؤال اللي بعد كده what is meant by friction؟ الفريكشن عبارة عن force، يبقى it's a force مالها that opposite the motion of a body across a solid surface or through gas or liquid، يعني هي قوة بتعاكس حركة الجسم سواء بقى كان في السوليد أو الليكويدز أو الجازز. طيب أمال ال air resistance هنا بقى احنا محددين air، يبقى it's a force that opposite the movement of an object برضه، بس هقول هنا مين بقى as أو through it passes through air as it passes through air، وهو بيمر أو بيعدي في الهواء بس لأن هو حدد إنها air resistance. نيجي للسؤال اللي بعد كده true or false. when a skydiver opens his parachute the air resistance increases؟ طبعا true، هو لما بيفتح الباراشوت كده زود ال surface area فزود ال air resistance. If resistance opposite the movement of a skydiver when he opens his parachute؟ طبعا true، لأنه هي بتبطأ من حركته أصلا، فالجرافيتي بتسحبه لتحت وهي بتبطأ من حركته لأنها بترفعه، المفروض إن هي بتقاوم نزوله أو حركته لتحت. طيب number 1 في ال choose the force of space pulls the skydiver down toward the surface of earth، تسحبه لتحت يبقى مين؟ gravity. The force of space decreases the speed of landing of the skydiver، هتقلل من سرعة هبوطه يبقى ال air resistance. نيجي للسؤال اللي بعد كده. Imagine that jar A contains air. jar A فيه هواء، تمام؟ while jar B doesn't contain air. A فيه هواء لكن B ما فيهوش هواء. تعالوا نجاوب بقى الأسئلة. The two bodies in jar A are affected by jar A اللي فيه ايه؟ اللي فيه air affected by gravity وال air resistance، يبقى air resistance and gravity يبقى letter C. طيب the two bodies in jar B are affected by B ما فيهاش هواء ما فيهاش air يبقى affected by gravity force only. طيب in jar A اللي كان فيه هواء the rock reaches faster than the feather because it has lower surface area. احنا خلاص قلناها كتير بقى، طالما الروك السيرفيس اريا بتاعتها اصغر فالاير ريسيستنس تاثيرها هيكون عليها اقل، فعشان كده هتوصل اسرع للارض من الفيدر. يبقى in jar A the rock reaches faster than the feather because it has a lower surface area. Put true or false in jar B. in jar B اللي هو ما فيهوش هوا، تمام. The rock will reach first. لا هو ما فيهوش هوا فالاتنين هيوصلوا في نفس اللحظة أصلا. طيب in jar A اللي هو فيه الهوا. Air resistance affects the feather more than the rock during falling downward. The air resistance هتأثر أكتر على
affects the feeder more than على الفيدر، هتأثر أكتر على الفيدر صح، لأن الفيدر has more surface area أو larger surface area، فبالتالي resistance تأثيرها هيكون أكبر عليها. طيب in jar A، jar A اللي هو فيه الهواء تمام. The rock falls before the feeder down due to the absence of air resistance. هو الجار A قال إن هو فيه هواء، هو بيقول لي إن الروك falls before the feeder، لحد كده صح، إن الطوبة هتنزل أسرع أو قبل الفيدر، بس due to the absence of air resistance، عشان ما فيش air resistance، لا هي هتوصل قبل الفيدر بسبب إن السيرفيس اريا بتاعتها أقل، بس هو في air resistance لأن الفيجر A أو جار A فيها air، يبقى فيها air resistance. وبكده نكون خلصنا أسئلة lesson 4 في concept 4.1. لو أي حد مش فاهم أي نقطة أو أي حد في أي جزء واقع منه اكتبوا لي بس في الكومنتس وأنا هرد عليكم إن شاء الله. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الفيديوهات أول بأول. أشوفكم إن شاء الله الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Don't forget to like, share with your friends, and subscribe for more science fun. See you in the next lesson!